الكل هيفكرك واقفة طول النهار في المطبخ، ومحدش هيصدق ان العظمة دي طالعة كلها من حلة واحدة وفي 10 دقايق بس. هنسميه بقى ايه؟ هنسميه ميكس العيلة كده، إيه ميكس عاشورة، هتسميها بليلة زي ما انت تحبي. انا عملت كده ميكس اهوت. حابة ان انت ما تحطلهاش النشا في الاخر هتبقى بليلة معاكي، حابة تحط لها التكة الاخيرة هتبقى احلى عاشورة. هيبقى فعلا ميكس رهيب. بص طعم كريمي. هي مش عاوزة اقول لكم بقى ايه، طعم حكاية. اتمنى تجربوها وما تنسوش بقى الاشتراك في القناة فضلا وليس امر. يلا بينا نشوف عملنا الفيديو جميل ازاي والعاشورة بتاعتنا او البليلة. يلا بينا. انا هنا جبت نص كيلو غلة او قمح، وجبت هنا 3/4 كوباية رز. تمام اهو، غسلت ده وغسلت ده. نقعت الغلة طبعا من بالليل، لو انت هتعملها الصبح يفضل ان انت تنقعها من بالليل عشان ما تاخدش سوا كتير، وبتبقى معاكي كده زي الفل ولونها فتح ونضيفها معانا اهيت. وانا غسلتها كويس قوي. وبعد كده غسلت 3/4 كوبايه رز، وهحط عليها حوالي من لتر لتر ونص ميه. تمام كده، احطهم في الحله وارفعهم على النار اهو الشكل ده. هغطيها بالميه كده، ممكن احط بقيه الميه. تمام. وهرفعها على النار. هنستنى طبعا لما الميه ديت يعني البليله تشرب الميه دي خالص كده على النار، وبدأت تغلي اهي. وايه، والميه دي بقى ايه تأثر خالص عشان نحط اللبن. طبعا كل ما هي يعني انا حطيت لها الميه دي تسويها الاول، لان انا لما بحط اللبن ما بيسويش الغله او القمح قوي. فانت تحطي الميه الاول، حوالي لتر ميه، غطيها كده بالميه وسيبيها تغلي خالص لغايه ما الميه اهي بصوا بدأت خلاص في مرحله السوا. هي ما بتاخدش وقت خالص مادام انت ناقعه البليله يعني كام ساعه. يعني لو انت هتعملها الصبح انقعيها من بالليل، هتلاقيها حتى لو مسكتي كده حبايه الغله هتلاقيها طرت في ايديكي كده اهو. هبدأ هنا بقى انزل اللبن بتاعنا. بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. دول حوالي لتر ونص او لترين كده. طبعا كل ما بتزودي في اللبن كل ما بيبقى الطعم روعة. هنا دول حوالي لتر ونص، لان انا ايه هحتاج كوباية كده هتدوب بقى النشا. او هقولك هنعمل ايه في الميكس الرهيب اللي احنا هنعمله في الاخر، اللي هيودي الطعم في حتة تانية كده اهو. وهسيبها ايه تغلي على النار. بعد كده هحط كوباية مليانة سكر. انا يا جماعة هنا قربت السكر يعني للكاميرا فيبان ان هو كتير، بس هي كوباية سكر كبيرة مليانة. فالسكر ده طبعا حسب الرغبة، انت بتحبي السكر كتير انت او اولادك فبتزودي السكر. طبعا حبة وسط كده، فهي دي الحتة دي اختياري. طبعا هنزل كده بفانيليا برضو اهو. انا ده فانيليا باودر ما عنديش السايلة، فحطيت فانيليا. حطيت حوالي كيسين. تمام. وهقلبها كويس كده اهو. عاوزه اقول لكم الطريقه دي حلوه قوي بجد. كمان لما نعمل الخطوه الجايه دي تابعيني كده مع بعض. لو وصلت هنا متنسيش اللايك الجميل والاشتراك في القناه فضلا وليس امر. انا هنا كده هجيب هنا حله وهاخد من البليله إيه حوالي كام مغرفه، هنقول 4 مغرفات كده. ده 1 2 3 4. على فكرة الخطوة دي لو انت سبتي البليلة لغاية هنا وغلت معاكي لغاية ما تستوى دي كده ان شاء الله تبقى احلى بليلة. بس ايه، احنا بقى هنقلبها كريمي، هنقلبها عاشورة بقى. هنعمل ايه؟ انا جبت هنا، احنا اخدنا 4 مغرفات كده في حلة لوحدهم او في طبق كده، وهحط عليها معلقتين كريمة خفق. تمام. وهحط معلقة لبن بودر كمان كبيرة، معلقة او 2 يعني حسب الكمية بقى اللي عندك. تمام. وعندي هنا طبعا كاستر برضو هحط منه معلقتين كبار. يبقى احنا هنا كده حطينا ايه، حطينا كريمة خفق، حطينا لبن بودر، حطينا كاستر، حطينا من كل حاجة. قولي معلقتين كده طبعا حسب الكمية اللي عندك. هتقللي هتحطي من كل حاجة معلقة، هتزودي طبعا هتزودي في الكمية. تمام. بصوا بقى الخطوة دي انا كده جبت ايه بالهاند بلندر وضربتهم. تمام. تجيش هاند بلندر وعلى فكرة الخطوة يعني لو انت ما عندكيش الهاند بلندر ممكن تحطيهم في الخلاط، شفشق الخلاط، وهيبقى احسن ومش هياخد منك وقت، وهيتضربوا حلو قوي، هيبقوا كريمي قوي كمان عن الهاند بلندر.
او بمعنى اصح مش هياخد منك وقت. يعني انا بعد ما عملت بالهاند بلندر ده قلت انا عذبت نفسي ليه، انا كنت حطيتهم في شفشق الخلاط وخلاص. طلع معايا بصوا، عاوزه اقول لكم طعمها وريحتها جباره. بصوا كارثه بمعنى اصح، الطعم حكايه. يعني اولادي كانوا يدوقوها كده هيقول لك اعملها لنا على طول. طبعا بقى هنزل بالخليط الجميل ده على البليله بتاعتنا على النار، واقلبها كويس واسيبها برضو تغلي، يبقى بالشكل ده. بصوا ريحتها بصراحه قلبت الدنيا، بيوديها في حته تانية. انا هسيبها بقى تغلي كده لغايه ما احس ان هي استوت خالص. وطبعا ممكن تطلعي حبه كده بمعلقه وتدويها، تشوفيها استوت ولا لسه عاوزه تك على النار او كده. كده اهو. انا هنا بقى هجيب طبق فيه حوالي 4 معالق نشا كبار. وعلى فكرة انا يعني كانت البليلة معايا او العاشورة كانت ربطت معايا، فممكن كمان كنت شلت حتة النشا ده خالص، لان كده كده كانت هتبقى متماسكة. بس انا هنا حطيت 4 معالق نشا، وحطيت عليهم مية ودوبتهم كده اهو. هدوبهم حلو. بصوا انا بقول لكم حاجات بالتفاصيل جامد، وهقول لكم انا عملت ايه تاني. انا هنا نزلت بقى بالنشا بتاعنا كده على الخليط، وطبعا هسيبها تغلي غلوتين كده، وانا طبعا بقلبها علشان ما تلزقش. بصي هتجيبي بقى كده من تحت فوق كده وتأكدي ان مفيش حاجة لازقة تحت، وهتقلبي كويس قوي. بصوا هتمشي معاكم عشاء للاولاد، هتمشي معاكم ممكن طبق كده الفطار جميل. جايلك ضيف، جايلك اي حد كده، حد على غفلة كده. والله بصوا حلوة قوي وطعمها فعلا يشرفك، يعني طعمها حلو. وهقولك برضو ساعة ما نقدمها لو انت ما عندكيش اي حاجة تزيين، ما فيش اي مكسرات اي حاجة، انا مجرد ان انا عملت فكرة بسيطة كده برضو وادت شكل حلو وطعم حكاية. هنشوف مع بعض. بصوا مجرد بس ان هي تغلي كده شوية وهطفي عليها اهي. بدأت تتقل كده ما شاء الله. بصوا هنقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كده كده بقى انا هطفي عليها وانقلها، ويلا بينا نشوف هنعمل ايه بعد كده. بصوا القوام بتاعها حكاية. انا طبعا هقلبها حلو بالعصاية كده او بالمعلقة بتاعتنا. بصوا انا بقى همسك المعلقة كده واقلب حلو عشان اتأكد ان مفيش حاجة لزقت في الارضية. هنا بقى هجيب كده طاسة او هجيب مقلاية صغيرة، هتحطي فيها بقى مكعب زبدة او سمنة كده اهو، وترفعيها على النار. عندك بقى حبة جوز الهند هتحطيهم، عندك مكسرات تمام، بس انا هعمل هنا ما عنديش مكسرات حاليا، هحط جوز الهند او حسب بقى الموجود عندك. بص مجرد بس ان السمنة تسخن كده، مش هخليها ان هي تسخن قوي لان جوز الهند ما بتستحملش اصلا سخونية على النار. هنزل بقى هنا كده بحوالي نص كوباية او حسب برضو الموجود عندك اهو. وخلي بالك لان اما تكون الطاسه بالذات سيراميك او جرانيت بتفضل محتفظه بالحراره قوي، بتسخن قوي. بص الهند ما بتستحملش على النار، فيدوب تقلبيها كده. اول ما تبدا تصفر ترفعيها من على النار، لان هتلاقيها بتكمل سوا وانتي رافعاها وتروحي نقلها في طبق على طول برضو. انا بقولك التكات دي علشان حصلت معايا قبل كده، ان انا استنيت لما هي احمرت ورفعتها وسبتها في الطاسة بتاعتها لقيتها اسودت واتحرقت. فعن تجربة بجد، اول ما تصفر منك كده تروحي رافعاها من على النار وحطها في طبق على طول اهو. طبعا عندك سمنة بلدي هيرفع كمان الطعم قوي، بس انا بقول لكم اللي انا بحطه بالامانة. انا حطيت حتة سمنة، عندك مكعب زبدة تمام، عندك سمنة بلدي تمام. هنا بقى نقلتها في طبق على طول اهو. اول ما اصفرت هنركنها بقى على جنب كده، ونجيب الكوبايات بتاعتنا او الكاسات اللي انت هتحطيها فيها حسب بقى رغبتك او حسب الموجود عندك. هتحطي في اطباق، هتحطي في كوبايات، زي ما انت عاوزة.
انا عندي هنا كده الكوبايات الجميله الصغننه دي، وهحط برضو في اطباق لان ما شاء الله اللهم بارك الكميه كبيره. بصوا، عاوزه اقول لكم الطعم حكايه، انا طبعا دقتها. عاوزه اقول لكم حكايه والله بجد. اولادي كانوا جنبي ما استنوش ان هي تبرد اصلا، لان هي ممكن تتاكل في الحالتين سواء سخنه او بارده. بصوا القوام بتاعها حكايه. هحط طبعا بقى في الكوبايات كده اهو، وبرضه هحط في كام طبق كده و... ونشوف نظام الدلع ده بقى كده اهو. نزوق بقى، وطبعا ده انتي بقى فنانة فيه عشان ننافس اشهر المحلات كده. وطبعا بالخلطة السرية اللي احنا حطيناها، وهتخلي الطعم في حتة تانية. انا هنا بقى كده هجيب الجوز اللي انا عملته هحطه على الوش، ولو عندك زبيب برضه هتحطيه، وهتبدعي طبعا في الشكل بقى. وما اقولكيش انت استاذة كبيرة. وهنسميها طبعا عاشورة، هنسميها بليلة. انا سميتها عامة ميكس العيلة. اطعم والذ عاشورة هتاكليها، او بليلة. اتمنى تعجبكم، واتمنى اللي ما شرفنيش في القناة يعني يدوسلي كده اشتراك في القناة فضلا وليس امر. اتمنى تعجبكم وتقولولي بتتابعوني منين. انا اختكم من بورسعيد. يا جماعة ملحوظة كده، مش شرط ان انت تكلفي نفسك وتجيبي مكسرات وتجيبي حاجة بسيطة اهي ادت شكل. بصوا طعم حكاية. بص الهند لما بتتحمر بتدي طعم وريحة حكاية. وانا كان عندي حبة زبيب كمان اهو فايضين عندي في التلاجة، طلعتهم صح. حاجة بسيطة بس ادت شكل وطعم حكاية.